السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل المخروطة الفلاحي بطريقة حلوة جدا، حاجة كده نظيفة وسهلة وبسيطة، عملناها في البيت بكل سهولة. ضامنين طبعا الدقيق بتاعنا نظيف وكل الأدوات بتاعتنا نظيفة، أحسن طبعا ما نشتروها من بره بكتير. ما شاء الله شكلها طعمها وريحتها بقى ما اقولكوش حاجة كده تحفة. يلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على رسول الله. الفيديو بتاعنا نشوفه خطوات التحضير. طبعا المكونات اللي معايا مفيش اسهل من كده. معايا هنا نص كيلو من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات. لو عندك دقيق غلة ممكن تاخدي اللي هي الدرجة الأولى اللي هي العلامة. ما عندكيش دقيق غلة يبقى هتستخدمي دقيق فاخر جميع الاستخدامات. أهم حاجة يكون الدقيق بتاعك ليه عرق كده كويس علشان ما يقطعش معاكي. دوبت من الملح في كوباية مية ونزلت بيها كده على الدقيق. حاولي بقى في المرحلة دي تظبطي الملح بتاعك وتخلي الدقيق بتاعك طعم كده علشان تستوي تكون ويكون طعمها حلو. هعمل المية واحدة واحدة كده علشان أنا عايزة العجينة بتاعتي تكون قاسية شوية، مش عايزاها تكون طرية ولينة. أول حاجة لأن طبعا الجو حر، فده هيخلي العجينة معايا تسيح شوية. وغير كده عايزاها كمان تكون ماسكة نفسها علشان أعرف أفردها في المكنة كويس وتتمط معايا كده بكل سهولة. شايفين بقى كده بقى أنا عايزاها العجينة زي ما انتوا شايفين كده قوامها بالطريقة اللي انتوا شايفين. مش هاسيبها تخمر ولا أي حاجة ولا ترتاح حتى، بس هكورها كده على طول بكور صغيرة كده قد الليمونة، وهرصها عندي على صينية كده مرشوشة بالدقيق. حاولي كمان وانتي بتقطعي الكور بتاعتك ما تخليهاش كبيرة قوي علشان تتمكني منها وتفرديها كويس وتكون رقيقة معاكي كده وحلو. نص كيلو بس من الدقيق بس ما شاء الله عمل لي زي 20 أو 21 كورة. هغطيها كده بكيس من أكياس التلاجة واركنها على جنب بس ترتاح 10 دقايق. في ال10 دقايق دول بقى جبت هنا الحلة بتاعة البخار، طبعا ما بستخدمهاش كتير. ما بستخدمهاش غير لما بعمل مخروطة أو كسكسي اللي هو المبروم. غير كده ملهاش أي استخدام عندي. جبتها طبعا كده وغسلتها كويس، ونزلت فيها كده بأقل من نصها كده مية. نزلت فيها بطماطماية وعصير ليمونتين كده وحطيت قشر الليمون كمان. ومعايا هنا معلقتين خل كبار علشان المية لما تغلي ما تتسودش الحلة معايا. حطيت هنا المصفى عليها وهغطيها بقى علشان طبعا لما تغلي البخار هيطلع من خروم المصفى دي. والبخار طبعا هو اللي هيسوي معايا المخروطة. جيت هنا بقى خدت كورة كده وبدأت أفرد فيها. أهم حاجة في المرحلة دي إن الدقيق معاكي يكون كتير جدا، علشان طبعا هتحطوا الكور كده لما نفردوها هنحطها على بعضها. مع الحر بقى ما تسحش كده معايا وتلزق في بعضها. انا هنا خدت كورتين وممكن اخد كمان 3 كور او 4 كور فوق بعض كده. اهم حاجة تكون بين كورة وكورة كمية محترمة كده من الدقيق، زي ما قلت لكم علشان ما تلزقش في بعضها. بين كل رقة ورقة كده هرش رشة دقيق. ودلوقتي بقى جه مرحلة المكنة. هنا هستخدم الناحية اللي هي الناعمة دي اللي هي بتاعة العيش العادي خالص بتاع الفلاحين. والعجلة دي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده مدرجة كده من رقم 1 لحد رقم 7. كل رقم من دول ليه مستوى غير التاني من اللي هو الفرد. يعني رقم 1 ده هو أرق حاجة في مستوى الفرد بتاعي. أنا دلوقتي شغالة على رقم 3. الكور اللي احنا كورناها ليها بفردها على 3 مراحل، مرة بالسريع أو المردنة، ومرة بالمكنة هنا على رقم 3، وآخر مرة بفردها على رقم 1 علشان تكون رقيقة خالص بقى وتتفرد معايا العجينة خالص. أنا هنا لسه شغالة على رقم 3. وطبعا الكور قسمتها على مرتين علشان طبعا ما تنشفش معايا. اخد كده 10 ب10 علشان الهوا بقى ما ينشفش معايا المخروطة ومعرفش اخرطها في المخرطة.
المخرطة يعني اللي هي مخرطة المكنة. دلوقتي بقى اشتغلت على رقم 1 زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله هتلاقوها طويلة جدًا، يمكن بطول رخامة المطبخ عندي. وأنا كمان مش متمكنة من المكنة أوي، لإن طبعًا كنت شغالة لوحدي، والمكنة محطوطة على رخامة المطبخ، فكانت بتتزحلق مني كل شوية. أنا لو متمكنة شوية وبنتي كانت معايا، كنت أنا مطيت العجينة كمان وخليتها أرق من كده. بعد ما رقينا بقى العجينة على رقم 1، جينا هنا، أنا باحب أعملها كده على اللي هي الناحية اللي بتبقى رفيّعة دي، عاملة زي المكرونة الإسباجيتي أو الإندومي كده. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المخروطة نازلة معايا، كل خيط كده لوحده مش لازق في أخوه، وكل خيط كده متواصل مع بعض كده مش مقطّع ولا أي حاجة. نازلة طويلة كده ومتماسكة وفي نفس الوقت مش لازقة في بعضها. دي أهم حاجة من علامات نجاح المخروطة. الدقيق معاكِ لو دقيق مش كويس عمره ما هيخلّي المخروطة تنزل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. شايفين بقى نازلة خطوط، خطوط كده ما شاء الله، جميلة جدًا. وعايزة أقول لكم كمان حبايب قلبي اللي كل مكنة بتختلف عن يعني كل نوع من المَكَن بيختلف عن النوع التاني. أنا المكنة بتاعتي دي مش بتحب اللي المخروطة تنشف أوي، لازم تكون طرية شوية كده معايا. عندي بقى المكنة بتاعة والدتي ربنا يديها الصحة، المخروطة لازمًا تكون ناشفة شوية، لكن أنا المكنة بتاعتي لو المخروطة ناشفة بتنزّلها كده ناعمة خالص زي الدقيق. فطبعًا كل واحدة قبل ما تشتغل تجرّب المكنة بتاعتها وتبقى عارفة طبعًا حاجتها ماشية إزاي. معايا هنا بقى الحلة بتاعتي أهي، المَيّة طبعًا غلت، والمَيّة طبعًا لازم حبايبي تكون أقل من النُص عشان لمّا تغلي ما تطلعش من خروم المصفى تعجّن لي المخروطة بتاعتي. أنا هنا مش هاحط في قعر المصفى أي قماشة أو معالق أو أي حاجة، أنا هنا بادهنها دهنة كويسة كده من الزيت، حتى كمان الجوانب بتاعتها. ومعايا هنا المخروطة، أنا طبعًا نزّلتها من المكنة في هو المنخل الفلاحي ده، ودلوقتي بابدأ أهزّها كده علشان تنزّل كل الدقيق الزيادة اللي فيها، وما انزلش بيها في المصفى غير لمّا المَيّة تغلي والبخار كده يطلع من الخروم بتاعة المصفى، علشان طبعًا زي ما قُلت لكم البخار ده هو اللي هيسويها معايا. هابدأ أفردها كده، ما اخلّيهاش مكلكعة على بعضها علشان البخار يتغلغل فيها كده كلّها، وهاغطّيها كده بقماشة نضيفة عندي. ما تغطّيهاش أبدًا بالغطا بتاع الحلة، لإن طبعًا الغطا لمّا البخار يطلع عليه فهيكوّن كده اللي هي يعني فقاقيع كده من المَيّة، فالمَيّة دي طبعًا هتنزل من الغطا على المخروطة فهتعجّنها. فطبعًا كده هيبقى حرام إن إحنا نهدّر منها حاجة يعني بنعملوها بنضافة وبنتعب فيها، فلازم نحافظ عليها. فأنتِ تغطّيها كده بحتّة قماشة نضيفة. هنا دلوقتي بقى حطّيت كده رشّيت على أول دُفعة، بعد طبعًا ما اتبوّخت كويس والبخار كده توغّل فيها، حطيت طبعًا الدفعة التانية بعد ما رشّيت على الدفعة الأولى كده زي ربع كوباية كده من السمنة البلدي. ودلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله المخروطة بتاعتنا دخلت على سِوَى، عايزة بس أورّيها لكم، شوفوا بسم الله ما شاء الله ما عجّنتش خالص في بعضها ولا لزقت في طرف الحلة ولا لزقت في قعر المصفى ولا أي حاجة، ما شاء الله. لونها كده بدأ يغيّر ودخل على اللون الأصفر، اعرفي خلاص اللي هي دخلت في التسوية. أنا هنا هاسيبها زي كمان 10 دقايق أو ربع ساعة تكمل التسوية بتاعتها، وطبعًا هناخد بالنا من مقدار المَيّة اللي في الحلة من تحت، علشان هي هتغلي طبعًا كتير جدًا على النار، فكل ما المَيّة تلاقيها يعني قلِّت معاكِ فلازم تزوّديها علشان طبعًا النار ما تحرقلكيش الحلة وتخرمها. هنا بقى جيت على الوقت بقى اللي إحنا هنحطها طبعًا في طبق التقديم، خدت شوية كده على قد بس أكلنا يعني وقتها. ومعايا هنا زبدة فلاحي، زبدة جاموسي طبعًا كنت حاطاها في الفريزر، طلّعت منها حتّة كده وسيّحتها، وبدأت أنزل على المخروطة بيها كده وهي سخنة، والمخروطة طبعًا معايا سخنة خالص لسه منزّلاها من الحلة. هاخد على قد استخدامنا دلوقتي، والباقي هاسيبه لمّا يبرد خالص، وبعد كده أعبّيه طبعًا في أكياس من أكياس التلاجة، وأحطه في الفريزر. وقت ما باحتاج بقى إن أنا آكلها
باطلّعها وأحطها برضه في الحلة بالمصفى بتاعتها، البخار يتوغّل فيها وتبقى زي الطازة بالضبط. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها بقى لونها عامل إزاي، وريحتها برغم إن هي ما فيهاش مكونات خالص غير الدقيق والمَيّة، إلا والله العظيم الريحة بتاعتها كانت قلب ريحة الدنيا، بسم الله ما شاء الله تحفة جدًا، لا مقطّعة بقى ولا معجنة ولا لازقة في بعضها ولا أي حاجة، مش ناقصها بقى غير إن أنتِ تاكليها بقى بلبن، بشوربة، تحطّي بقى عليها سُكّر ومكسّرات أو عسل، تاكليها بقى بالطريقة اللي تريّحِك. وبكده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا معاكم خلص، أتمنى يكون فيديو خفيف عليكم، ومتأسفة جدًا يعني للدقيق اللي هو بهدل الدنيا في الفيديو، باحبكم كتير، كتير حبايب قلبي، وما تنسونيش من اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وطبعًا هاقول لكم باحبكم كتير، كتير قد البحر وسمكاته، وأسيبكم على خير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم طبخة خفيفة، مع السلامة.